أكيد جه في دماغك قبل كده سؤال، إحنا ليه مش بنرجع الآثار المصرية بتاعتنا اللي بره؟ والحقيقة إن عندك حق في السؤال ده، بس الأول لازم تعرف المراحل اللي خرجت بيها الآثار بره مصر. من قديم الأزل وتعتبر سرقة الآثار المصرية الشغل الشاغل عند الحضارات التانية، والمفاجأة إن كان بيتم ممارستها من أيام القدماء المصريين، وبسبب اللصوص دول كان بيضطر القدماء المصريين إن هم ينقلوا المقابر بتاعتهم، أو إنهم يصمموا الجبانات والمقابر على شكل متاهات علشان محدش يوصل لها. وبتمر السنين وبيفضل حال اللصوص كما هو على مر العصور، وتجارة الآثار المصرية بتزيد وبتزيد شعبيتها في البلدان التانية، وكانت الآثار بتطلع بطرق شرعية وغير شرعية لحد ما محمد علي جه وقرر يمنع ده، وعمل قانون بيحظر خروج أي قطعة آثار بره مصر، وبدأ ينشر ثقافة أهمية الآثار المصرية جوه وبره البلد عشان يجيب سياح، وبقى يجيب ناس من بره تنقب عن الآثار ومقابر القدماء المصريين. بس ما كانش بيدي العلماء دول فلوس، كان بيديهم نسبة من اللي لقوه، يعني كام تمثال على كام بردية على كام لوحة، حاجة كده تجري ريق الأجانب لما يشوفوها فييجوا مصر ويعملوا سياحة. وفضل الوضع ده مستمر وكله بالتراضي لحد ما دخل الاحتلال الإنجليزي لمصر، واللي كانوا مجهزين سفن كاملة بعلمائها والهدف واحد، وهو استخراج ما يمكن استخراجه من باطن الأرض. وبالفعل نجحوا نجاح فظيع، لدرجة إن كان في معارك ومناوشات بتحصل بين فرنسا وبريطانيا بسبب الآثار المصرية، وكانوا بيسرقوها من بعض والبقاء للأقوى. بندخل للمرحلة اللي بعد كده وهي تقنين بيع الآثار المصرية. من كتر ما كانت كتير جدا وبنكتشف عشرات المقابر، بقى مسموح للناس إن هي تتاجر فيها عادي زيها زي الذهب، طالما معاهم وصولات وصكوك من الدولة بأحقية الآثار دي. والتجارة شطارة، والسائح بقى اللي يبقى معاه صك شراء يقدر يطلع بالقطع الأثرية دي ويسافر بيها بلده عادي. يعني في آثار تم شرائها وبيعها زيها زي أي حاجة تانية، والدولة مطلعها بإرادتها. وفي آثار كمان كنا بنهادي بيها الدول التانية. الآثار دي كلها احنا ملناش حق فيها. الآثار المسروقة فقط أو اللي طلعت بطريقة غير شرعية أو ملهاش صكوك ملكية دي اللي لينا الحق فيها. والحقيقة إن الموضوع ده محزن جدا، لأن آثارنا اللي بره بتوصل ل 3 مليون قطعة أثرية بتزين أهم المتاحف والشوارع في العالم. يعني أنت عندك الولايات المتحدة بس فيها أكتر من 270 ألف قطعة أثرية، وبريطانيا فيها حوالي 178 ألف قطعة أثرية، ده غير ال 100 ألف قطعة أثرية اللي موجودين في المتحف البريطاني. ومتحف برلين فيه 80 ألف قطعة أثرية، و26 ألف تانيين متوزعين على باقي متاحف ألمانيا. المتحف المصري في إيطاليا بيحتوي على 42 قطعة أثرية، ومتحف اللوفر لوحده فيه 50 ألف قطعة أثرية، والمتحف الأثري في اليونان فيه 8000 قطعة أثرية، وفي روسيا برضو فيه 8000 قطعة أثرية، وقايمة طويلة جدا ما بتخلصش. انت متخيل الرقم؟ يعني احنا لو خدنا أثارنا من المتاحف دي هتتحول لأوض فاضية. العدد المهول ده لآثارنا اللي بره خلانا نعمل محاولات كتير لاستعادة ما يمكن استعاده، وبالفعل قدرت مصر تسترجع أكتر من 6000 قطعة أثرية. بس الحقيقة إنه ما كانش بالحرب ولا كان بالتراضي. أمال قدرنا نرجعهم إزاي؟ تعال أقول لكم. سنة 1945 اتعملت منظمة اليونسكو وقتها، وبدأت تحط قوانين لمجالات كتير، كان أهمها إن أي أثر ثقافي يطلع بره وطنه لازم الدولة اللي خدته ترجعه تاني. طب يلا بقى نرجع كل آثارنا؟ لا يا سيدي، ما ينفعش. هو للأسف القانون ده بينص على أي آثار خرجت بعد عام 72، يعني أي حاجة خرجت قبل السنة دي القانون ما يمشيش عليه. وعن طريق القانون ده قدرنا نرجع اللي طلع بعد سنة 72، ومع ذلك في مماطلة رهيبة من البلدان التانية، بس مصر كانت بتعرف تتعامل معاهم كويس جدا. أبسطهم لما قطعت العلاقات مع متحف اللوفر ومشت البعثات الفرنسية من على أرضها، لما متحف اللوفر مرضاش يرجع لينا 5 لوحات كانوا مسروقين من مقابر الأسرة ال18 في البر الغربي. والعالم كله كان مستغرب إن صرح كبير زي متحف اللوفر خضع لضغط مصر ورجع اللوحات، وحاول بكل الطرق يرجع العلاقات من أول وجديد. حجة البلاد اللي فاتحة متاحفها على قفانا هو إن متاحفهم دي أكتر تطوراً وأماناً من متاحفنا، وإنهم هيحافظوا عليها أكتر مننا. ففهمت الحكومة المصرية إن التفاوض والكلام ده مش هيجيب نتيجة، إحنا لازم ناخد خطوة فعلية نسكت بيها الناس دي وما يبقاش ليهم حاجة. وعشان كده بدأنا في بناء المتحف المصري الكبير اللي بيصنف دلوقتي كأكتر المتاحف الحديثة والمتطورة في العالم. يعني إحنا دلوقتي عندنا متحف على الأراضي المصرية اتعمل بأيادي مصرية، كل اللي فيها مصريين، مصنف إنه أفضل من متحف اللوفر وأفضل من المتحف البريطاني الكبير.
وعشان كده كانت أهم خطوة في تغيير سياسة مصر لاسترجاع الآثار إنها تخلي الحكومة تشيل إيديها من اللعب وتسيب الأمر للشعوب، وتحول عودة الآثار المصرية لمطلب جماهيري بضغط عالمي. وعشان كده عملنا حملة هدفها تجميع 150 ألف توقيع بيطلبوا عودة حجر رشيد لوطنه. احنا هنبدأها بحجر رشيد، بس خطوة واحدة تخلينا نمشي في طريق طويل آخره هيكون عودة آثار كتير جدا من بره مصر، زي تمثال نفرتيتي وزودياك، وتمثال رمسيس الثاني، وتمثال الكاتب الجالس، وآلاف وآلاف غيرهم. وبس كده.